يبدو أن الاتحاد المصري لكرة القدم جاب ورا في أزمة الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم. هتقول لي إزاي؟ هقول لك ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية، وهتقول لي ماله ثروت سويلم؟ هقول لك برضه ما هو في المطبخ يعني. ثروت سويلم في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية امبارح قال لك إن الأهلي يعني المنتخب مش محتاج لعيبة الأهلي قوي. بيرمي ثروت سويلم بيرمي ان احنا مش عايزين اللعيبه او المنتخب مش هياخد اللعيبه علشان يراضي النادي الاهلي. فده يعتبر تصريح هنقول من واحد يعني مسؤول. هتقول لي مسؤول ازاي؟ ده هو المتحدث الرسمي باسم رابطه الانديه مش اتحاد الكوره. هقول لك برضو تاني هو في المطبخ يعني. ثروت سويلم بيطبخ معاهم يعني اللعبه المصريه والدوري المصري، فمش عارفين. فلكن ده اللي اتقال. اهلا بكم في قناه الزمهلاوي، فيديو جديد. ما تنساش اللايك والكومنت وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تصريحات ثروت سويلم زي ما قلت لحضرتك كده ان المنتخب مش في حاجه الى لعيبه النادي الاهلي. فهل ثروت سويلم يقصد ان انا برمي وبمهد ان النادي الاهلي او بهديه وبهدي جماهير الاهلي واداره الاهلي ولا لا؟ كمان على فكره ما اتكلمناش ان الاهلي خايف جدا لو محمد عبد المنعم ولاعيبه المنتخب، لعيبه الاهلي اللي راحت المنتخب، علي معلول مش هيجي من تونس لان تونس هتمسك فيه. وانا مش فاهمها بصراحه دي، بس هم بيقولوا كده. لكن كمان ثروت سويلم قال لك الدوري هيقام من مجموعه واحده ودورين، مفيش حاجه اسمها مجموعتين والكلام ده، علشان الموسم هيبقى مضغوط. يعني خلاص هو بشكله القديم وشكله المعتاد، وهيعملوا درع جديد بيتصمم بره وهيجي في ديسمبر. يعني انسى الدرع اللي الاهلي خده ده، خلاص مش هنشوفه تاني. هنشوفه بقى في دولاب بطولات النادي الاهلي، لكن مش هيعملوا درع، يعني مش هيعملوا نفس الدرع، لا درع جديد جاي في ديسمبر. يعني الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او بيراميدز اللي هيفوز بالدوري هيبقى اول نادي في التاريخ يفوز بالدرع الجديد، بدرع جديد غير الدرع التقليدي. نروح لمحمد صلاح. محمد صلاح يا جماعه عاوز يروح الدوري السعودي. تخيل بقى محمد صلاح عايز يروح الدوري السعودي، لكن ساب الكرة في ملعب ليفربول بيقول لك لا احنا مرتبطين ومتمسكين بيه. ومحمد صلاح بيقول لك انا مش عايز استخدم الشرط الجزائي. كلموا ليفربول وخلصوا مع ليفربول وانا معاكم وانا تحت امركم. فليفربول لو محمد صلاح راح ليفربول هياخد 102 مليون دولار. 102 مليون دولار قيمة يعني الاتحاد السعودي هيشتري عقد محمد صلاح بالرقم ده. كمان ليفربول مش عايز يخلص دلوقتي، ليفربول عايز يخلص في اخر خطوات الميركاتو، يعني عايز يخلص في اخر يوم. طيب محمد صلاح لو راح هياخد كام؟ 220 مليون دولار. يعني ليفربول 102 ومحمد صلاح في ايده كده 220 مليون دولار. يعني ربنا يبارك لمحمد صلاح، ربنا يبارك له فيهم. لكن محمد صلاح لديه الرغبه ورماها ليفربول، وليفربول لو جاله 102 مليون دولار هيمشي صلاح الى اتحاد جده، وصلاح هياخد في ايده كده 220 مليون دولار. فالايام اللي جايه هنشوف ايه اللي هيحصل. في واقعه غريبه جدا بقى، اجاييه مع نادي سموحه، خناقه قايمه وراحت الاسم وراحت النيابه. يعني اجاييه اشتكى سموحه في الاسم وسموحه اشترى اجاييه في الاسم. ليه بقى؟ اجاييه بيقول لك انا ما خدتش فلوسي، واداره سموحه زورت عقد ان انا خدت او وصل ان انا خدت 50,000 دولار وانا ما خدتش. كمان اجاييه اتعور، او الله اعلم بقى عور نفسه، متعور مضروب مش مضروب، ومخيط 22 غرزه، وراح النيابه بالكلام ده. ووكيل النيابه طلب انه يشوف الوصولات ويشوف الدفاتر ويشوف مسؤول الخزنه، واستدعى مسؤول الخزنه في نادي سموحه علشان يشوفوا كلام اجاييه صح انه ما خدش 50,000 دولار ولا لا. اجاييه بيقول له وكيل النيابه ده النادي اصلا ما فيهوش 50,000 جنيه، هيجيبوا لي 50,000 دولار منين؟ فالدنيا مش مظبوطه. الخبر اللي معانا بعد كده، نادي الزمالك فتح قناه اتصال مع اشرف بن شرقي. نادي الزمالك بيغازل بن شرقي بيقول له يا بن شرقي ما وحشكش نادي الزمالك، ما تيجي يا بن شرقي. خصوصا ان بن شرقي يعني فري دلوقتي، بن شرقي فري حاليا، يعني خلاص عقده بيخلص. وبن شرقي نفسه، بس هيجي ازاي الزمالك اللي موقوف القيد فيه واللي عليه فلوس لسبورتنج لشبونه واللي الدنيا مش مظبوطه فيه؟ اللي هو حسن موسى قال لك انا حليت كل المشاكل اللي كانت حاصله في نادي الزمالك لكن ما لحقتش اقعد ومشوني. ده الكلام ده على صفحته الرسميه. وجابوا اللي هو عماد البناني. عماد البناني بيقول لك انا اهلاوي ولا زملكاوي، انا ماليش دعوه بالكلام ده. هو انا لو انا دكتور بعمل عمليه جراحيه لواحد زملكاوي والمريض عرف ان انا اهلاوي هعمل له عمليه، هيرفض ولا هيقول لك ماشي اعملها لي؟ مالها الاهلي ومالها الزمالك؟ انا راجل بادي شغلي وبادي وظيفتي وخلاص، انا ماليش دعوه باهلي وزمالك. الجمعيه العموميه طلعت عليه ارحل ومش عايزين. فهل بن شرقي يجي الزمالك بعد حل ازمات من الزمالك
كانوا بيقولوا النهارده 31 هيتم دفع غرامه سبورتنج لشبونه، اللي هو حسن موسى كان قال ان هو اتفق مع سبورتنج لشبونه انه هيقسط الغرامه، لكن ما قعدش مشي. فاحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل بن شرقي يجي وباب القيد يتفتح ولا الدنيا هتمشي ازاي في نادي الزمالك، لان الدنيا لخبطه خالص في نادي الزمالك. زيزو بيضغط على اداره الزمالك عشان يمشي، هيقعد مع السيد وزير الشباب والرياضه عشان يتكلم في الموضوع ده. زيزو بيضغط، عايز يمشي، عايز يروح نادي الشباب السعودي. فهل زيزو ينجح في انه يضغط على وزير الشباب وعلى نادي الزمالك وعلى الاداره الموجوده حاليا، اللجنه التنفيذيه اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي، ويمشي ولا لا؟ زيزو بيضغط بقوه، وخصوصا ان الشباب عايزه. الشباب في حاجه ماسه الى زيزو، وزيزو يستاهل، والشباب هيبقى نفس كيمياء زيزو. يعني زيزو لو راح الشباب هيشتغل وهيعمل، فمش عارفين بقى اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. الخبر الاخير بقى مهاجم النادي الاهلي. بيقول لك كولر اتفرج على 50 مهاجم واختار منهم 3 وكان اولهم سوزا، لكن النادي الكوري للاسف يعني طلع عيل ولحس كلامه ورجع في كلامه وما رضيش يمشي سوزا، وكمان سوزا في شهر يناير الجاي هيبقى فري. فهل سوزا يجي في يناير الجاي والاهلي ما عندوش غير مهاجمين، صلاح محسن وكهربا اللي هو جناح، وكمان صلاح محسن قصير مش بيلعب بالهيد. النادي الاهلي عايز حد يلعب بالهيد ويلعب ويكون في قلب الصندوق، لكن الاهلي ما عندوش الكلام ده. داخل دوري وداخل كاس وداخل سوبر وداخل السوبر اللي هو الرباعي ده وداخل كاس عالم الانديه وسوبر افريقي ودوري ابطال افريقيا، وما عندوش مهاجم، عنده مهاجم واحد صلاح محسن ده. اتمنى ان الانديه كلها تبقى قويه عشان نشوف دوري كويس ونشوف منتخب وطني قوي. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.